بيتر اوتشو حكم ماتش الاهلي والهلال السوداني في العوده. عايز اقول لك يا جدعان ان الاتحاد الافريقي اتفق خلاص ان الاهلي ما ياخدش البطوله. ليه؟ لان مفيش فريق اصلا على مستوى القاره كلها، لا اهلي ولا غيره، بياخد البطوله 3 مرات ورا بعض. وحصلت مع مازيمبي، حصلت مع الترجي، حصلت مع الوداد، حصلت مع الاهلي. دي ثالث مره. حصلت مع الاهلي 2005 2006 و2007 ما خدناهاش، طلعنا من النجم الساحلي. حصلت مع الاهلي 2020 2021، طلعنا ب 2022 بفضيحه من الاتحاد والاتحاد الافريقي والاتحاد المصري لما اتامروا عن الاهلي ولعبوا ماتش العوده، ماتش النهائي من ماتش واحد واتلعب في المغرب. وهتحصل دلوقتي اهي، خدنا 2023 2024، مش هتاخد 2025. يعني انت فاهم القصه هي كده. هو الاتحاد المصري استحاله يدي الفرقه البطوله 3 مرات ورا بعض، فلازم يتامروا عليك. الماتش اللي فات جابوا حكم بيضرب محمد هاني في صدره، انت فاهم القصه، وعادي جدا. لسه اصلا لحد دلوقتي الاتحاد الافريقي ما طلعش بيان بعد ما الجوله خلصت، ما طلعش بيان وقال لك ان الحكم ده هيتوقف او الحكم ده هيتجازى او الحكم ده اي حاجه، انت فاهمني. ما نزلش على صفحه الاتحاد الافريقي اي حاجه من دي. دلوقتي جايب لك بيتر اوتشو له سوابق، بيتر اوتشو ده له سوابق مع الاهلي، وكانت في بطوله مؤثره السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه. اما حسب ضربه جزاء وهميه لاتحاد العاصمه، وفي 50 فاول ما اتحسبوش للنادي الاهلي، وكمان لغى هدف صحيح لكهربا. كانت ضربه جزاء لرضا سليم ما حسبهاش، جول لكهربا ما حسبوش، حسب ضربه جزاء على مروان عطيه من واقع الخيال. فانا بالنسبه لي يا جدعان عايز اقول لك ان انا متفائل في لعيبتي، لان انا عارف ان لعيبتي رجاله. انا مقلق من كذا حاجه. اولا كولر، مدرب الاهلي حاليا كولر هو عدو الاهلي الاول، دي حاجه. الحاجه الثانيه المدرب ده، الحكم قصدي اللي هيحكم ده، حكم الماتش ده هنشوف كوارث. والاتحاد الافريقي، دول اللي انا مقلق منهم. انما كلاعبتي انا عارف ان لعيبتي رجاله، في الماتشات دي بتعمل اكتر من اللي عليها. فاتمنى ان شاء الله ان ربنا يعدي على خير الماتش ونكسب باذن الله.